دي الطريقه التانية للرز اللي انا كنت منزله لكم قبل كده، قلت لكم ليه طريقتين ودي الطريقه التانية، والصراحه الطريقتين احلى من بعض وينفع جدا 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 في العزومات. تعالوا بينا نشوف هنعمله ازاي ونقول بسم الله وعلى بركه الله. اول حاجه جبت البصله وقطعتها كده، وبعد كده حطيت عليها شويه زيت وحته سمنه او حته زبده، نزلت عليهم بمكعبين مرق الدجاج، بعد كده حطيت عليهم البهارات، بهارات فراخ وبابريكا وكركم وكاري، هقلبهم كويس جدا مع بعض. تمام. بعد كده هنزل عليهم الوقتي بالبزله وهديهم برده كده تشويحه. هنزل عليهم بجزر مبشور، والجزر المبشور بيبقى احلى في الوصفه دي من المتقطع. هقلبهم مع بعض، بعد كده هحط طماطمتين مبشورين برده، هسيبهم بقى كده شويه يتشكشكوا مع بعض. تمام. قلب قلب بقى بعد كده، وهكون غسله الرز بتاعي، ده كيلو رز حطيته عليهم، قلبته كويس جدا. بعد كده هبدا ان انا احط ميه سخنه، اهم حاجه الميه تكون سخنه علشان خاطر يستوي حلو معايا. وطبعا مقدار الميه كوبايه الرز الابيض عليه كوبايه ميه سخنه. تمام. بعد كده هظبط بقى الميه بتاعته وهحط عليه الملح. تمام. وهقلب اقلب، اول ما يتشرب هوطي عليه النار وهسيبه يستوي براحته. تعالوا بقى نجهز الفراخ اللي هنحطها عليه. عايزه اقول لكم ان هو ممكن يتاكل كده من غير ما نحط عليه اي اضافات تانية، بس الاضافات اللي انت عايزه تحطيها حطيها. انا هنا كنت مقطعه الفراخ رفيعه جدا وصغيره قوي، اديت كده للفراخ صدمه في شويه زيت سخنين كده مع حته زبده. بعد كده حطيت عليها ملح وفلفل وبهارات فراخ وبابريكا، وحطيت كمان عليها بودرة ثوم بودرة بصل بيدوها طعم حلو جدا، وحطيت عليها عصرة ليمون. عايزه اقول لكم ان انا كل ده لسه معليه عليها النار، لو عندكم بقى شويه دبس رمان حطوا دبس رمان او باربيكيو صوص. تمام. هنا هدي عليها النار وهسيبها تستوي براحتها. هتسالوني الطريقه الاولانيه احلى ولا الطريقه التانية؟ هقول لكم الاتنين احلى من بعض بجد، والرز ده حلو جدا وينفع جدا في العزومات. زي ما حضراتكم شايفين الرز اهو استوى، فاول ما بيستوي بنزل عليه بالفراخ بالبهاريز بقى بتاعتها بكل حاجه كده، وقلب قلب بقى وكله احلى رز بجد، تحفه قوي قوي في العزومات، هيشرفك وهيرفع راسك. الرز ده كنت بعمله برز بسمتي، وكمان كنت بعمل فيه اضافات تانية كتير هعملها لكم الفتره اللي جايه وهتعجبكم جدا. ده شكل الطبق اهو لما تقدم، لو عايزين بقى تحطوا عليه صوصات حطوا، لو مش عايزين تاكلوه كده عادي، طعمه بجد حكايه، جربوه ان شاء الله وهيعجبكم. اهم حاجه ما تنسوش لو وصلتوا لهنا تصلوا على النبي وتتابعوني. منوعات ساره جمال، باي باي حلوين.